الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع بالصحراء المغربية. بان كي مون نوه بالخطوات الإيجابية التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، ودعا للمرة الأولى إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. قراءة في هذا التقرير الذي أسقط توصية توسيع مهمة المينورسو مع يوسف الحميدي. عكس مناورات الأطراف الأخرى، لا توصية بتوسيع مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء. أمين عام الأمم المتحدة طالب ولأول مرة بضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر بعد أن دعا إليها المغرب منذ سنين. بان كي مون نوه بالخطوات الإيجابية للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتماد قانون القضاء العسكري الجديد والانخراط في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وذكر التقرير بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمين العام الأممي مع جلالة الملك محمد السادس، والذي أكد من خلاله على أن التقرير الجديد لمجلس الأمن سيكون موضوعيا ويعكس الوقائع. وبخصوص الوضع في الصحراء المغربية، يؤكد بان كي مون على تواصل استفادة المنطقة من استثمارات عمومية هامة، لا سيما في مجال البنية التحتية الطرقية والمياه، مع وضع يظل هادئا على الإجمال. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عديد وفود البرلمانات الوطنية الأجنبية زارت المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لبعثات دبلوماسية ومؤسسات حكومية وغير حكومية، إضافة إلى صحفيين وباحثين. كما أورد تقرير بان كي مون فقرات هامة من الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، والتي أكد من خلالها جلالته على أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.